الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة ومحى الله به الجهالة والظلمة، تركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها ونهارها سواء. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المؤمنون عباد الله، لقد حق الإسلام عن التآلف والمؤاخاة والتراحم والمواساة، ولذلك قال رب الأرض والسماوات: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال نبينا العدنان فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين بين أصابعه هكذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن الواقع معاشر المؤمنين مرير، والذي نراه معاشر المؤمنين وما آل إليه حالنا خطير. تباغض وتناجش وتدابر بيننا كبير، وعلاجه لا شك ولا ريب معاشر المؤمنين عسير وعسير. وإن من العجائب يا عباد الله، والعجائب جمة، أنه إبان الملمات والمناسبات تلين القلوب وتحل البركات والرحمات وتتنزل الخيرات والبركات. لكن عكس ذلك معاشر المؤمنين أنه وفي زمان مفضوح مكشوف عشناه، أنه إبان الأعياد والمناسبات والملمات تقسو القلوب وتكثر التحايلات والتلاعبات والتناجشات، حتى صار كثير من الناس يعيشون على جملة من الترددات والتخوفات. يا أحباب الله ورسوله، إذا كانت هذه المناسبات وهذه الأعياد وهذه الملمات لا تجمع بين قلوبنا ولا تؤلف بيننا ولا تكون سببا في وحدتنا ولين قلوبنا، فماذا تلين القلوب يا عباد الله؟ وقد قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إن الصحابة معشر المؤمنين وسلفنا الصالح كانوا ينتظرون عيد الأضحى فرصة للتوبة والغفران. ينتظرون عيد الأضحى فرصة للتوبة والغفران وتحقيق الرضوان وبلوغ الجنان. وأشباه التجار في زماننا والمتحايلون في أيامنا تجارنا ينتظرون هذه المناسبات فرصة لجمع الأموال والدينارات بشتى الطرق والتحايلات والمحرمات، ولذلك فقد نادى فيهم سيد السادات يوما، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن الحبيب النبي نادى في التجار يوما فقال: اسمع، قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار. أعادها النبي ثلاثا يقول: فالتفتوا إلى رسول الله ولو أعناقهم فيه، فقال الحبيب: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر واتقى وصدق. إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا. لكن من هم يا رسول الله؟ شو؟ أروح أقول لك شو؟ تعرف شو؟ أولئك الذين يتاجرون بآلام الأمة ويجمعون أموالهم على حساب بكاء الأمة. هؤلاء الذين أيها الأحباب الكرام نصبوا أنفسهم نصبوا أنفسهم أشباها للتجار، أشباها للفلاحين، أشباها للموالين، أشباها للمربين، فتجدهم يرفعون الأسعار ويغالون في الأثمان، تجدهم يترصدون ولأنيابهم يكشرون ولمكنونات ذنوبهم النجسة يظهرون ويخرجون. أقول لهم هؤلاء ما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أنت، قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. ماش خدمته المال، ماش خدمته النعاش، عمره ما كان مربي، عمره ما كان فلاح، عمره ما كان موال، إنما دخل لرفع الأسعار، إنما دخل للربح السريع، إنما دخل ورفع الأثمان. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. يعني كان حقا على الله أن يقعده في مكان عظيم داخل النار، لأن النار بركات كما أن الجنة درجات. كان حقا على الله، اعلم يقينا يا من كانت تلك نيتك، يا من كان ذلك صنيعك، يا من كنت سببا في هذه المأساة، يا من كنت سببا مباشرا في رفع هذه الأسعار، اعلم يقينا أن الحبيب النبي قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. كثير من الناس راح تبكي وتشتكي، كثير من الناس ما يرحمون. سبب من؟ قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. أشباه التجار، أشباه الموالين، أشباه المربين، كان حقا على الله أن يقعدكم
بعظم من النار يوم القيامة. أولئك المغالون، أولئك المحتكرون، أولئك المغاربون كان حقا على الله أن يقعدكم بعظم من النار يوم القيامة. أولئك الذين يتاجرون بآلام الأمة وآهاتها كان حقا على الله أن يقعدكم بعظم من النار يوم القيامة. يحشر التجار يوم القيامة فجارا. لماذا يا رسول الله؟ علاه فقالوا يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ رانا ما شيء دخلت السوق ديت الجيرية تاعي ديت دراهماتي ورحت نتاجر. أوليس قد أحل الله البيع يا رسول الله؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. المصيبة مش في التجارة حلال وحل الله البيع وحرم الربا. المصيبة أنهم يحدثون فيكذبون، راهم يقصدون بالكذب ويحلفون فوق الكذب أنهم يقسمون ويحلفون ويجعلون الله عز وجل عرضة لأيمانهم، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. أيها الأحباب الكرام، الحاصل والشاهد والذي أريد أن أضع عليه لمسة اليد أننا سنستقبل أياما، اسمعوها، أننا سنستقبل أياما ترفع الأثمان، ترفع أثمان الخضر والسلع ومستلزمات العيد. ما شأن ذلك بغلاء الأضحية؟ يبين لكم هذا أنه ليس ثمة فرق بين تاجر وجزار وخباز وفلاح وموال، كلهم أو جلهم عفوا جلهم فجار، جلهم من أصحاب النار. قال نبينا المختار يحشر أكثر التجار فجارا إلا من بر واتقى وصدق. هؤلاء قوم توسطوا، هؤلاء ناس تهجموا علينا فرفعوا أسعار الأضاحي أو الأضحيات والذبائح، ثم يعقب ذلك بعد أن تولى كبرها أشباه موالين وفلاحين ومربين، يعقب هذا الغلاء هجمة شرسة منظمة مقننة من قبل جملة من الخضارين والفلاحين. وعلى كل حال فإنه إبان كل مناسبة يخرج علينا أشباه هؤلاء، يخرجون علينا يكشرون على أنيابهم ويبينون لنا ويظهرون لنا مكنونات قلوبهم القذرة لتجد رفع الأسعار. ما رحمناش الموالين، نعم، حتى الفلاحين ما رحمناش، وحتى الخضارين ما رحمناش، وحتى اللي باعوا الخريات ما رحمناش، وحتى اللي باعوا المسرعين ما رحمناش، وحتى اللي باعوا الراكبين ما رحمناش. قنينة ماء تشتريها ب10,000، قرعة ما ب10,000، باعوها لنا ويخلص عليك الباركينج ب10,000. هذا ما كاش فرق بينه وبين الموال، ما كاش فرق. وانت القرعة ب40، علاش تباعها ب 40,000؟ ما فيش فرق بينك وبين الموال. والنفط تباعها ب 50,000، ما فيش فرق. والسواد تباعوا ب 1,000,000، وتجار الأقمصة في العيد الصغير. إذا الكل سواء إلا من رحم الله. محمد بن المنكدر رجل كان يبيع سلعة ب5 وسلعة ب10، فباع غلامه حين غيبته سلعة الخمسيات ب10، السلعة 5,000 بها 10,000. فلما رجع وعلم بذلك خرج يبحث عن المشتري طوال نهاره حتى لقيه عشاء، نهار كامل يحبس عليه، دار 5,000 برك. فلما لقيه قال لقد باعك غلامي سلعة الخمسيات ب10. فقال المشتري رضيت يا ابن المنكدر، خلاص رضيت ما فيش بأس. فقال إن كنت رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما رضاه لأنفسنا.
الذين يخافون الله ويستحضرون عظمة الله قالوا إذا كنت ترك الأرض إحنا ما نرضاش إلا ما نرضاه لأنفسنا فقد قال نبينا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كيف راك تشبه فينا تحب يشبه؟ كيف راك تغالي علينا تحب يغالوا عليك؟ اسمع ما قاله النبي: من شق على المسلمين شق الله عليه ومن ضار المسلمين أضره الله. كما راك تضر في عباد الله بحرمة سيدي ربي كائنا من كنت، بائعا أو تاجرا أو فلاحا أو خبازا أو جزارا، كائنا من كنت كما راك تضر في عباد الله بحرمة سيدي ربي. الكورسة ب 100,000 تدي 500,000 أنت ثانيها حتى كلمة بشهر واليوم تحضر على الجوال تديه العاصمة 500,000. تقول لي شوف الأضاحي غالية. لا الأضاحي خير منك، خير اسمح لي الأضحية خير منك. أنت لو كنت تبع الأضاحي تتبعها من عمره. فقال له: إن كنا لا نرضاه لأنفسنا فإنا لا نرضاه لك. قال: فأنت مخير بين ثلاث: إما أن ترد إلينا سلعتنا ونرد إليك مالك، ترجع لنا سلعتنا ونرد لك 5,000 تاعك، وإما أن نعطيك أو إما أن تأخذ سلعة 10 وترد سلعة 5، وإما أن نعطيك 5 بدل 5 فتصير 10. 3 شروط. أو يفعل ذلك تجارون، أو يفعل ذلك فلاحون، أو يفعل ذلك البائعون في زماننا إلا ما رحم الله، حتى لا نقول الجميع فهناك صالحون ومخلصون وصادقون نسأل الله أن يبارك في تجارتهم. فقال هذا المشتري: قال يا ابن المنكدر رد علي 5، أعطني 5 رسول الفهم. فرد عليه 5 فخرج من عنده وهو يقول لا إله إلا الله. أعجبه الصدق، أعجبه الوضوح، أعجبه الإيمان والورع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال الحبيب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فاشهد فإني قد بلغت. استغفر الله عباد الله تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله حق حمده وأوفاه، والصلاة والسلام على نبينا ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا. أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن الأضحية شعيرة من شعائر الله، والسنة مؤكدة من سنن سيدنا رسول الله. فمن كان له سعة فمن كان له مال فيجب عليه أن يأتي هذه السنة وأن لا يزهد فيها، وليعلم يقينا أنه يغفر له جميع ذنوبه بأول قطرة تنزل منها، وأن له بكل حسنة أو بكل شعرة في جسدها أو في جلدها حسنة. ماذا تساوي أنت؟ ماذا تساوي؟ وما قيمة المال الذي ستنفقه أمام هذه المغفرة وهذه الكرامة يوم القيامة؟ ربما 10 أو 15 مليون شيء بزاف، لكن النبي قال لك: إن بكل قطرة من دمها مغفرة للذنوب، زيد، وإن بكل شعرة حسنة. هذا الخير تفرط فيه، لكن الواقع معاشر المؤمنين أن ثمة تنفيلات خطير ألم بأمتنا. صار شرخ كبير رهيب ما بين الأمة وما بين دينها. خرج علينا كثير من الناس ليقول لنا أو ليقنعنا أن الأضحية غالية الثمن، إذا أقاطعها. أنا أتفق معك، أنا يضرني ما يضرك ويسوءني ما يسوء، وكلنا نعيش تحت سماء بلاد واحدة، لكن الأضحية غالية، هذا شيء متفق عليه. لكني أسألك سؤالا:
حتى الهاتف الذي تملكه أنت وتملكه زوجتك ويملكه ولدك غالي وأنت تملكه. حتى السيارة التي تشتريها غالية وأنت تملكها. حتى الدراجة التي تمتلكها هي غالية وأنت تملكها. أثاث البيت غالي وأنت تشتريه. من الكماليات، أشياء من الكماليات تشتريها ولا تشكو غلاءها، بل كن واضحا معي. الوحدات التي توضع في الهواتف لزينتي عام كامل وتتفليكس غاليين ومكلفين، ولكن أنت تشتري ولا تشتكي، تشتري ولا تشتكي. فإذا ما جاءت الأضحية صارت غالية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك والله ما عظمت شعائر الله. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا لا أتكلم على ما كان معدما أو كان معذورا، فالله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات قد أعطى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أنا أتكلم عن قوم أو عن صنف أو عن ثلة لا بأس بها، يعيشون وسطا باستطاعته أن يقترب، باستطاعته أن يشتري، باستطاعته أن يشترك مع أبنائه ويضحي، ولكنه ما يضحي. اسمع إلى ما قاله من ضحى وأمر بالتضحية. قال الحبيب: من كان له سعة مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. غير ما يجيش يصلي معنا، فلا يقربن مصلانا. وهناك صنف آخر تزهدوا وأرادوا أن يزهدوا الأمة في الأضحية، فكان لسان حالهم أن قالوا، يقول لك هذه غير سنة، هذه غير سنة، والسنة جدت شوية، قزمت وقلصت السنة إلى هذا الحد. اسمع إلى ما قاله صاحب السنة إن كنت تتبعه صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال الحبيب: ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها الأحباب الكرام، هذه فرصتك العام حتى تغفر الذنوب، حتى تنال هذه المغفرة. فمن كان بوسعه وباستطاعته أن يضحي فلا يتباغى ولا يتأخر ولا يتلكأ ولا يفكر. إياك أن تنساق وراء أولئك الذين ينادون بمقاطعتها. لماذا لا ينادون بمقاطعة الملهيات والمشاهيات؟ لماذا لا ينادون بمقاطعة التفاهات؟ لماذا لا ينادون بمقاطعة الأشياء التي هي من الكمالات لا من الأساسات؟ إذا جاءت الأضحية تجدهم ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء. تجدهم والعياذ بالله عز وجل قد علت أصواتهم ورفع نباحهم، لأنها سنة من سنن المصطفى. أختم لكم بعجب سمعته وشاهدته. أحدهم قلت له: لم لا تضحي؟ قال لي: لا أريد أن أضحي هذا العام. قلت له: ولم؟ قال لي: مانيش غادي نشري كبش العيد. قلت له: ولم؟ قال لي: راني نجمع في الأموال باش نروح للعمرة، لأن العمرة سنة. قلت له: والأضحية؟ لكم التعليق. نسأل الله السلامة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وردنا إليك وإلى الإسلام ردا جميلا. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا. اللهم كما ربيتنا رب لنا أولادنا. يا رب سل سخائم صدورنا وانزع البغضاء والعداوة من قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده عن الذنوب والآثام معصوما. يا رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واهد شبابنا واصلح حالنا. يا رب آمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة. يا رب العالمين وفقنا للصيام والقيام، وفقنا لتلاوة القرآن، وفقنا للصدقة، وفقنا لكل الأعمال الصالحات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا ندعوك
قد قضى ديننا، دين كان على المسجد فسددها، اللهم سدده في الدنيا والآخرة، اللهم وفقه في الدنيا والآخرة، اللهم اقض عنه في الآخرة يا رب العالمين، اللهم بارك فيه وفي أولاده وفي أعماله. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل ختاما أن يوفق شبابنا في الامتحانات وأولادنا في المسابقات بما يحبه ويرضاه. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في كبارنا وفي شيوخنا وفي نسائنا وفي مربينا ومعلمينا، بارك في أساتذتنا يا رب العالمين، قد قضوا حولا كاملا يعلمون أولادنا ينصحون أبناءنا، اللهم بارك فيهم، اللهم يا رب بارك في أعمالهم وأعمالهم واجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أكتفي بهذا القدر من الحديث والكلام، مصليا ومسلما كثيرا وكثيرا على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوموا إلى الصلاة يرحمني وإياكم رب العالمين.